يا صباح الفضايح والأسرار اللي محدش يعرفها. عمرك شفت عظم إنسان بيتحول لأشكال هندسية قدام عينك؟ ولا سمعت عن التاجر اللي بيبيع لك الهوا في أكياس وبيدهن الخشب عشان يغشك؟ النهاردة هنشوف العجب من أغرب الأمراض اللي بتصيب 1 في المليون لأغرب عادات الأكل اللي ممكن تسد نفسك أيام. ده غير رحلة مرعبة تحت الأرض في مناجم الموت. وفي الآخر هقولك ليه لازم تخلي بالك من نفسك لو فكرت تزور الهند. ركز معايا في الفيديو ده عشان اللي هتشوفه مش هتصدقه. ويلا بينا. بص كده وركز في اللي هتشوفه، لأن دي مش لقطة من فيلم خيال علمي. ده مرض حقيقي بيصيب 1 بس من كل 1,000,000 شخص، وبيسموه متحور شلل الأطفال أو الرجل الحجري. المعلومة الصادمة هنا إن المرض ده بيخلي جسم الإنسان يتعامل مع العضلات والأوتار وكأنها عظم، فبيبدأ يبني عظم في أماكن غلط وبأشكال هندسية غريبة جدا زي ما انت شايف. العظم هنا بيتحول لقطعة مستطيلة ومسطحة، وبدل ما الجسم يكون مرن بيتحول حرفيا لتمثال صلب. فسبحان الله اللي في يده ملكوت كل شيء. طيب سيبك من الأمراض وشوف المرض الحقيقي في ضمير الناس. تعال بقى نشوف التاجر الغشاش اللي بيضحك على الناس وبياخد فلوسهم. طبعا كلكم عارفين ان الفحم وزنه خفيف، ولكن الراجل ده بيقدر يضحك على الناس وبكل بساطة. والمعلومة اللي ما تعرفهاش انه بيستخدم انواع خشب معينة كثافتها عالية جدا، وبيدهنها بمواد كيميائية سودة عشان تاخد نفس ملمس الفحم الطبيعي، وبيرميها وسط الشكاير عشان يزود الوزن للضعف. وبكده هو بيبيع لك حجارة وخشب. طيب سيبك من غش الناس وخلينا نروح لدول تانية عندها عادات في الأكل ممكن تخليك تلف حوالين نفسك. مش عايزك تستغرب من المشهد ده، بس ده اللي بيحصل في دول زي الصين وإندونيسيا. بياكلوا الضفادع وبكميات كبيرة، وهم هنا بينظفوها ويجهزوها. والمعلومة الغريبة إن البلاد دي بتعتبر لحم الضفادع سوبر فود، لأنه مليان أوميجا 3 وفيتامينات، ولدرجة إنهم في بعض القرى بيستخدموا جلدها بعد ما ينشف في صناعة جلود المحافظ والشنط كمان. يعني ما بيسيبوش فيها فتفوتة، بيستفيدوا من كل حاجة فيها. طيب سيبك من الضفادع دلوقتي وخليك مع الناس اللي بتصارع الموت كل يوم تحت الأرض. الشغل في المناجم يعتبر من أصعب الحاجات اللي ممكن يشتغل فيها أي حد، وبتكون شايل روحك على كفك كل ثانية. الناس دي بتنزل أعماق مرعبة تحت الأرض عشان لقمة العيش. والمعلومة الغريبة إنهم في الأماكن الضيقة اللي المكن ما بيعرفش يدخلها بيعتمدوا على حيوانات قضت عمرها كله في الضلمة وما بتعرفش تمشي في نور الشمس، عشان يسحبوا أوزان تقيلة في ممرات ضيقة مفيش فيها نفس. تعب ومخاطرة فوق الوصف، والحيوان هنا بيبقى هو زميل الكفاح. ومن تعب البشر تحت الأرض لروقان القرود في الهند اللي مش سايبة حد في حاله. لو فاكر إنك لو سافرت الهند هتتفسح تبقى غلطان، لأنك أول ما تنزل هناك هتلاقي عصابة مستنياك. بس العصابة دي من القرود. دول مش مجرد قرود بتلعب، دول مسيطرين على الشوارع تماما. والمعلومة الغريبة إن القرود دي اتعلمت فن المقايضة، يعني ممكن تخطف منك موبايلك أو نضارتك ومش هترجعهم لك غير لما تشتري لها عصير أو فاكهة من المحل اللي قدامك، وكأنهم عاملين اتفاقية مع البياعين عليك. بجد ذكاء ومكر مش هتصدقه غير لما تشوفه بنفسك. طيب لو القرود دي بتمثل علينا، فاللي هتشوفه في الفيديو الجاي هيخليك تشك في عينك. انسى كل اللي شفته وتعالى شوف الصدمة الكبيرة في الهند. الديك اللي احنا بنعمل عليه شوربة هناك ليه هيبة ووقار ومقام عالي جدا عند ناس كتير. بص للناس دي بتتعامل معاه ازاي، وكأنه كائن مقدس مش مجرد طير. والمعلومة اللي تخليك تستغرب إنهم بيعملوا للديوك دي مهرجانات ضخمة ومسابقات جمال، والديك اللي بيكسب سعره بيوصل لأرقام خيالية، وبيتعامل معاملة الملوك حرفيا. يعني الديك هناك واخد وضعه على الآخر. بس يا سيدي، احنا كده لفينا لفة مرعبة وشفنا العجب، من أول العظم اللي بيتحول لحجر، والتاجر اللي بيوزلك خشب مدهون، ودخلنا في أكل الضفادع وشق المناجم تحت الأرض، وخلصناها بمكر القرود وقدسية الديوك في الهند. يعني عشنا كوكتيل عجايب حقيقية في فيديو واحد، وصدمنا نفسنا من اللي بيحصل في الكوكب ده. قول لي بقى في التعليقات، ايه أكتر لقطة من اللي شفتهم خلتك تبرق بعينك ومش مصدق إنها حقيقية؟ ومين فيكم قلبه ميت ويقدر يدوق بجاج المستنقعات اللي شفناه ده؟ لو عجبك الفيديو اضرب اللايك المتين واعمل فولو عشان اللي جاي أمتن وأغرب بكتير. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.